تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية التي نسهلها بالعناوين. اختتم مهرجان الإرثريين في الولايات المتحدة الأمريكية. إحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي. الإقليم الجنوبي يشهد تدريبا للشابات في المجال الزراعي. بعد تلويحه بتدخل عسكري إسرائيل تذكر أردوغان بمصير صدام. واشنطن وطوكيو يتفقان على إعادة تشكيل القوات الأمريكية العسكرية. وفرنسا تعلن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد الهجمات التخريبية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اختتم مهرجان الإرثريين في الولايات المتحدة الأمريكية المنظم من 26 وحتى 28 من يوليو في واشنطن العاصمة تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. شارك التجمع الوطني السنوي سفراء ودبلوماسيون وأصدقاء إريتريا وأكثر من 12,000 إريتري من جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد برهان جبرهيوت في افتتاح المهرجان إن مهرجان هذا العام يعتبر استثنائيا لتزامنه مع الاحتفالات بالذكرى 50 للمهرجانات الشعبية، موضحا بأن انعكاس النضال المنظم الذي خاضه الإريتريون في الولايات المتحدة على مدى نصف القرن كان جانبا مهما وداعما قويا للمهرجان. تضمن المهرجان الذي استمر 3 أيام 8 أجنحة تعكس الحياة الاجتماعية للنضال ودور الإعلام في الثورة وتأثيره، والفرص السياحية وسياسات التعدين الإريترية، والفرص الزراعية ونتائجها، وأنشطة الدبلوماسية العامة، وجناح الأطفال وبازار وبرامج ترفيهية وسيمينارات ومحاضرات. كما تم تنظيم ورشة عمل حول تاريخ التنظيم النسائي والمشاركة العملية في الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، بالإضافة إلى مسابقات في الأدب والجمال. وعقد القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد برهان جبرهيوت سيمينار حول الأوضاع في البلاد والبرامج المستقبلية والنظرة الخاصة المستقبلية للإريتريين ومناقشات موسعة في القضايا الصحية. وتخلل الحفل عرض قدمته فرقة فنية قادمة من إريتريا ومغنيين وموسيقيين إريتريين يعيشون في الولايات المتحدة. وفي الختام منحت اللجنة الوطنية للأمريكيين الإريتريين الجوائز للشباب الخريجين عام 2024. شهدت العاصمة أسمر اليوم 29 من يوليو فعاليات إحياء 28 من يوليو اليوم العالمي لالتهاب الكبد. وأوضح مدير مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أرأيا برهاني أوضح أن التهاب الكبد يسببه 5 أنواع من الفيروسات، وهي فيروس A و B و C و D و E، وخاصة أن الفيروسين B و C تنتقل تماما مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز من خلال الدم والأدوات الحادة الملوثة والأجهزة الطبية غير المعقمة ومن الأم إلى الجنين والاتصال الجنسي، وتسبب في الوفاة. وأشار الدكتور أرأيا بذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أشار إلى أنه حتى نهاية عام 2022 تم تسجيل 2.2 مليون حالة إصابة جديدة و1.3 مليون حالة وفاة على مستوى العالم بسبب التهاب الكبد، وتنتشر 63% من الإصابات في أفريقيا. وذكرت مسؤول وحدة السيطرة على الأيدز والأمراض التناسلية الممرضة نيجستي تساميكال ذكرت أن الدراسات التي أجرت في مختلف قطاعات المجتمع أظهرت إصابة 30 من كل 1000 شخص في البلاد بفيروس بي و5 مصابون بفيروس سي. وقالت إن لقاح بي تم إدخاله في البلاد منذ 22 عاما، وتعمل وزارة الصحة إدخال طريقة تطعيم الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة ليكونوا التطعيم أكثر فعالية. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور نونسو إيجيوفور إن الجهود تبذل لخفض عدد الإصابات بنسبة 90% بحلول عام 2030. ونظمت في المناسبة مناظرة ومسابقة معلومات عامة بين طلاب المرحلة الثانوية في الإقليم الأوسط.
تخرجت في 26 من يوليو 347 من منتسبات الدفعتين 34 و35 في الخدمة الوطنية تلقين تدريبا أكاديميا ومهنيا في الزراعة لمدة عام بتعاون وزارة الزراعة وإدارة الإقليم الجنوبي. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الجنوبي السيد تكي تولده في مراسم التخريج، أوضح أن المتدربات تلقين تعليما أكاديميا استعدادا لامتحان الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى مجالات تربية الحيوان وتنمية النبات وحماية التربة وحفظ المياه وإعداد الغاز الحيوي. وأشار إلى أن التدريب كان ناجحا نتيجة التنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية الناشطة في الإقليم، موضحا بأن المتدربات سيعملن في مختلف النقاط الزراعية. ومن جانبها شكرت ممثلة الخريجات الرعاة والمعلمين وأكدت استعدادهن للقيام بالمهام الموكلة إليهن في مجال تخصصهن. ودعا وزير الزراعة السيد رفعين برهي المتدربات على العمل مع خبراء الزراعة والمزارعين ذوي الخبرة لتحسين معيشة المزارعين. من جانبه دعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تصفاسين المتدربات دعاهن إلى زيادة مساهمتهن في الجهود المبذولة لرفع الإنتاج الزراعي. هذا وتم توزيع جوائز خاصة على المتدربات المتميزات. قامت شركة إسكويب يوم 29 من يوليو بتخريج 29 فنيا من أعضائها تم تدريبهم بالقدرات الذاتية لمدة حوالي العامين وفقا لمنهج شركة كاتربيلر للآليات. وأوضح المدير العام للشركة السيد أشبر أرأيا أن الشركة قدمت التدريب المهني الفني لأعضائها 18 مرة وللمؤسسات الشريكة 3 مرات منذ تأسيسها. وذكر أن التدريب يستمر ل3 سنوات في 3 أجزاء، وأن التخرج الحالي هو الجزء الأول وسينظم الجزئين المتبقين لاحقا. وأفاد ممثل المتدربين أن التدريب الذي تلقوه كان أساسيا وحث على تنظيم مستويات أعلى من التدريب لهم في المستقبل. ودعا مسؤول الفرع متابعة وضمان جودة التعليم في قسم التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم السيد معشو قبرتنسائي المتدربين على تعزيز معرفتهم من خلال التطبيق العملي ونقلها إلى الأعضاء الآخرين. شركة إسكويب هي وكيل شركة كاتربيلر للآليات الثقيلة المستخدمة في البناء والتعدين في إريتريا. عقد مكتب وزارة الزراعة في مديرية عد غيح سيمينارا تنويريا للمزارعين حول فوائد السماد الطبيعي السائل. تضمن السيمينار المقدم يومي 23 و24 من يوليو بتعاون وزارتي الزراعة والثروة البحرية فوائد السماد الطبيعي السائل الذي يجري إعداده في مصوع. وأوضحت مسؤولة وقاية النباتات في المديرية مونتازا سمعون أن السماد الحيوي الصديق البيئة سوف يتم توزيعه مجانا للمزارعين في فترة نشره ورفع الإنتاج. وشدد المزارعون على أهمية التنوير المقدم. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. تصاعد السجال بين تركيا وإسرائيل إثر تصريحات للرئيس التركي قال فيها إن بلاده كما تدخلت في ليبيا وتستطيع فعل الشيء نفسه في إسرائيل، مؤكدا أن امتلاك القوة كفيل باتخاذ مثل هذه الخطوة على حد تعبيره. وقال أردوغان خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب بولاية ريزا: كما دخلنا الإقليم الأذري قرباق وليبيا يمكننا فعل الشيء نفسه مع هؤلاء، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نقدم على هذه الخطوات. وردا على تصريح أردوغان قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن الرئيس أردوغان يسير على خطى الرئيس العراقي السابق ويهدد بمهاجمة إسرائيل. وإثر ذلك أشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن نهاية مرتكب الإبادة الجماعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستكون على غرار نهاية الحقبة النازية.
اتفقت اليابان والولايات المتحدة على إعادة تشكيل القوات الأمريكية العسكرية في اليابان، وذلك من أجل تنسيق أفضل لتحالفهما الثنائي ومواصلة توسيع الإنتاج المشترك لصواريخ الدفاع الجوي، توخيا من تزايد نفوذ الصين في المنطقة والتهديد النووي الكوري الشمالي. وفي البيان المشترك الصادر بعد المحادثات، ذكرت الدولتان أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة تشكيل قواتها العسكرية في اليابان كمقر قوة مشتركة. وفي عقاب التحرك الأخير الذي اتخذته اليابان لتخفيف قواعد نقل الأسلحة، ستستكشف طوكيو وواشنطن فرص تعزيز إنتاج صواريخ باتريوت أدفانسد كابيلابيتي 3 الاعتراضية الأرضية وصواريخ جو متوسطة المدى المعروفة باسم أمرام، وكلاهما تم تطويرهما في الولايات المتحدة الأمريكية. عادت حركة القطارات السريعة في فرنسا إلى طبيعتها بعد 3 أيام من أعمال التخريب التي أحدثت فوضى في المحطات قبل افتتاح الألعاب الأولمبية. وأعلن وزير النقل الفرنسي عودة كل القطارات إلى الخدمة، فيما لا يزال منفذ الهجمات الثلاثة على نقاط استراتيجية للبنية التحتية للسكك الحديد غير معروف. وسجلت حركة القطارات السريعة تحسنا، لكن الاضطرابات ما زالت قائمة. وأعلن شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية اكتمال أعمال الإصلاح في خطوط القطار فائق السرعة التي توفر النقل إلى العاصمة باريس. في الخبر الأخير، تواصل فرق الإطفاء في كاليفورنيا جهودها الرامية للسيطرة على حريق ضخم اندلع في شمال الولايات قبل 4 أيام، وأججته رياح عاتية ودرجات حرارة مستمرة مع الارتفاع. وأفادت السلطات بأن الذي أصبح أحد أكبر الحرائق المسجلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية الواقعة غرب البلاد التهم أكثر من 144,500 هكتار من المساحات الخضراء. وبارك فاير الذي اندلع قرب بلدة تشيكو يصبح بذلك 7 أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ الولاية. وتسبب حتى الآن بإجلاء 4200 شخص من مقاطعة يوتي، وتكافح النيران في منطقة جبلية تقع على بعد حوالي 145 كيلومترا من عاصمة الولاية. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير أبرز العناوين. اختتام مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية. إحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي. الإقليم الجنوبي يشهد تدريبا للشابات في المجال الزراعي. بعد تلويحه بتدخل عسكريا، إسرائيل تذكر أردوغان بمصير صدام. واشنطن وطوكيو يتفقان على إعادة تشكيل القوات الأمريكية العسكرية. وفرنسا تعلن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد الهجمات التخريبية. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.